السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا عارفين ان العيد ما يحلاش من غير صينيه رقاق. يلا بينا نعمل الرقاق من الاول للاخر، ويا رب ان شاء الله تستفيدي منه. وان عجبك الفيديو تنسينيش بدعوه حلوه ولايك حلو من ايديك. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل بقى الرقاق بكل تكاته وحركاته. عندنا هنا كيلو الا ربع من الدقيق، بنضيف له نص معلقه من الملح ونص معلقه من السكر، وما بنكترش السكر عشان ما يحرقش معانا الرقاق واحنا بنسويه. وكميه الدقيق بترجع لحضرتك، عايزه ربع كيلو، نص كيلو، كيلو، 2 كيلو، 5 كيلو، الكميه اللي انت عايزاها. هنبتدي بقى نعجنها بميه عاديه من الحنفيه خالص. وعايزين العجينه عندنا تبقى عجينه كده متماسكه شويه، يعني ما تبقاش طريه معانا، عشان اولا الجو حر، ثانيا علشان تساعدك في الفرد وانت بتفرديها ما تلزقش معاكي. هناخد بقى هنعمل الرقاق بطريقه سهله جدا جدا، وكل بقى يعني عيوبه ومميزاته هنقولها في الفيديو. ابتدينا بقى نعجن العجينه بتاعتنا زي ما قلتلك، ما تكتريش الميه. لو العجينه طلعت معاكي سايله هتروحي مزودها شويه دقيق زي ما انتوا شايفين كده. نبتدي بقى ناخدها على الرخامه. عندك عجان بقى اعجنيها في العجان، ما فيش عجان يبقى خدي ودي بقى معاها، مش بشكل ودي، لا اتخانقي معاها كتير عشان تطلع العجينه معاكي مظبوط. طبعا بتعجنيها بتاع 10 دقايق كده لغايه بقى ما تجمع معاكي زي ما انتوا شايفين كده، وتطلع عجينه بقى متماسكه وحلوه وما تلزقش في ايدك. زي ما انتوا شايفين كده ما بتلزقش في الايد. وهنسيبها بقى ترتاح نص ساعه ساعه ونبتدي نشتغل فيها. طبعا هي بترتاح في الصيف اكتر من الشتاء. عندنا بقى كميه دقيق، لان احنا في التوريق بتاع الرقاق بناخد كميه دقيق حلو، وعليها معلقه من النشا كبيره. ونبتدي بقى نسمي بسم الله، ونبتدي بقى نقطع عندنا العجينة. هتقطعيها بطريقة سهلة زي ما انت شايفة كده. تاخدي من العجينة اهي تقوريها وانت بتقطعيها، مش هتاخد منك وقت. طريقة سهلة جدا وبسيطة زي ما انت شايفة اهي. هبتدي برضو هوريها لك تاني اوضح اهو. باخد العجينة، ما انا بقورش بقى ولا بعمل حاجة، هي طالعة بخنقها ما بين صابعين ايديا كده، هي بتطلع مظبوط. وعيار اللهم صل على النبي، العجينة تبقى قد الليمونة الكبيرة زي ما انت شايفة كده. بتقطعي بقى الكمية كلها وزي ما يطلع العدد معاك. قطعنا بقى الكمية كلها وابتدينا نرش على وشه الدقيق، وتحطي بقى شنطة نضيفة عليه او كيس بلاستيك وفوطة وتغطي عليه بقى عشان ما ينشفش منك وانت بتشتغلي. هنبتدي نسمي بسم الله ونرش رشة جريئة كده من الدقيق، ونجيب اول واحدة قطعناها ونبتدي بقى هو احاول اوضح الصورة وفي نفس الوقت عشان اعرف اشتغل. جبنا اول واحده وابتدينا عملناها زي القرصه كده او رغيف العيش، وهنجيب التانية وبرضو هنقطعها زي رغيف العيش. هقولك على طريقه سهله وتبقى سهله معاكي قوي في الفرد. صلى على حبيبك الرسول قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي رسول الله. هناخد بقى، بصي بناخد بقى الثلاث قطع العجين اللي احنا فردناهم زي العيش، ونضيف ما بينهم دقيق. في بقى بيضيف زيت ودقيق ما بين انا مش بعمل بقى عيش سوري ولا بعمل رقاق الطري، لا انا بعمل الرقاق الناشف ومش عايزاه يطوله اي زيوت، علشان لما اجي احطه في الشوربه واللبن يشرب معايا الشوربه واللبن، مش يجروا من عليه. لان طبعا الزيت زي ما احنا عارفين بيبقى ماده عازله ما بين الرقاق. بنبتدي بقى افردهم بالشكل ده كده، وتحاولي وانت بتفردي في الرقاق بالشكل ده تبتدي ترشيه دقيق كل شويه كده عشان ما يلزقش في بعضه، عشان الجو حر والعجينه بتريح معاكي بسرعه. هنبتدي بعد كده زي ما انتوا شايفين كده افردها. ببتدي بقى ممكن تسويهم التلاتة مع بعض، بس لما هنيجي نسويهم التلاتة مع بعض هنضطر بعد ما نفتحهم نقعد نسوي كل واحدة اكتر علشان يطلع معانا الرقاق الناشف. فانا بروح فرقاه عن بعضه بالشكل ده زي ما انت شايفه كده، وابتدي افردها حلو. بصوا العجينه ارتاحت معايا فابتدت تلزق بقى على اي حاجه، فعشان كده انا مرضتش، انا حبيت اقول لك اهو اوريكي ان انا فصلتهم عن بعض وابتديت اعمل واحده في واحده، لان الجو حر في المطبخ فبيخلي العجينه تبقى مرتاحه معاكي وتلزق بقى على الناحيه التانية، لان انا مش حاطه ما بينها زيت ولا اي حاجه زي ما انتوا شايفين كده. وتحاولي تكتري رقات الدقيق عشان العجينه معاكي ما تلزقش. طبعا طلع الشكل بتاعها مش متساوي في الشكل، وهنشوف بقى احنا هنسويها ازاي زي ما انتوا شايفين كده.
دي كانت اول رقاقه معايا، طبعا كانت ايدي لسه ما ظبطتش قوي، وبعدين ما اناش خبره يعني عشان اقول لكم هطلعها مظبوط، بس ابتديت بعد كده اطلعه بقى حلو. ابتديت اجيب غطا حله بالشكل ده، او تجيبي صينيه او اي حاجه تعرفي تقطعي الرقاقه بتاعتك بالشكل ده تطلع مع عمو كان بيبيع نعناع فقطعت الفيديو. هنبتدي نسويها بقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، وشايفين بقى السمك بتاعها. بس اهم حاجه كتري الدقيق على الرخامه وتكتريه على العجينه بتاعتك علشان ما يلزقش معاكي، لان زي ما قلت لك الجو حر والعجينه بتسيح معاكي بمنتهى السهوله. بصي العجينه بتمط معايا ساحت بقى كده او رخت يعني خالص بالشكل ده. فانت بقى ايه بترشي رشه دقيق وتظبطي بيها بقى ايه الفرد بتاع العجينه زي ما انت شفتي كده. بصي انا ما قطعتش اي حاجه، سايبه كله كده ايه يعني في الطبيعه. بعد كده لما ابتديت اشتغل ابتديت بقى ايه اظبط ايدي شويه، بقت تظبط بدل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما بقتش بقى اقص العجين ولا اي حاجه، حتى هتشوفيه بقى الحروف بتاعته موجوده زي ما هي اهو. ابتدينا نسويها والرقاقه طالعه بسم الله ما شاء الله، هوا زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى نجيب بقى صينيه ونحطها على عين البوتاجاز بالشكل ده، ونبتدي نحط الرقاقه بتاعتنا ونبتدي بقى ايه نسيسها كده حبه بحبه، وتكون النار مش عاليه عشان الرقاق بتاعك ما يحمرش قوي او ما يتحرقش يعني. وما بين الرقاقه والرقاقه تمسحي الصينيه بتاعتك علشان الدقيق عندك بيتحرق على على الصينيه. هنبتدي بقى نمشي على الصينيه بالشكل ده كل شويه كده لغايه الرقاقه بتاعتنا ما تستوي وفي نفس الوقت تنشف معانا. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمد رسول الله. زي ما انتم شايفين بقى ايه التسويه بقى، وانتي بتسوي بتفردي وايه وتحطي بقى الرقاق عندك على حاجه عشان ايه زي ما قلت لك ما يلزقش بقى، يعني تحطيه كده على ملايه، تحطيه على حاجه، يعني انتي تشتغلي وتسوي علشان ايه الرقاق العجينه ما تلزقش في بعضيها. زي ما انت شايفه كده بتقعدي بقى ايه تقلبي في الرقاق بالشكل ده. انا في الوقت ده بشتغل الناحيه التانية على الرخامه زي ما انتوا شايفين كده. وعلى فكره ولو عمل هوا كده او بقليل او ارتفع سيبيه عادي، يبقى هتبقى رقاقه مورقه وفي منتهى الجمال. بصي انا ما قطعتش الفيديو عشان تشوفي التسويه بتاعته بتبقى ازاي. طبعا بقى لو انت حابه تعمليه رقات ما بينه زيت ودقيق زي ما انت عايزه، بس انا عايزه اقولك ان الرقاق لما بنجيبه من بره ما بيبقاش عليه اي زيوت، فانا مش عايزه اطلع عليه اي زيوت. ممكن بقى نعملها في الرقاق الطري، وان شاء الله هعملها معاكم ونشوف الرقاق الطري هنعمله ازاي. احنا عملنا الناشف النهارده، نعمل الرقاق الطري المره الجايه. ابتدى يلون اهو، ابتدى ينشف معايا. بعد بقى ما بخلص بروح ايه واخداه كده. بصي بقى الرقاقه ما شاء الله. هنبتدي ناخد العجينه التانية ونبتدي ايه نحطها عندنا بالشكل ده ونسويه نفس التسويه. في الوقت ده بقى بعد ما بخلص بعمل ايه بروح حاطه الرقاق بتاعي على السفره بالشكل ده. كانوا النور قطع بقى. النور كان قطع، والصوت اللي انتوا سمعتوه في اول الفيديو الشارع مع صوت الرقاق بالشكل ده كده. احنا بنهويه بقى على السفرة عشان ينشف معاكي خالص، عشان لو في اي حاجة طرية او حاجة لسه ما نشفتش وانتي بتسويه يبقى طري معاكي. بصي بقى بتفرديه بالشكل ده. بعد كده بصي بقى الرقاق ما شاء الله، طبعا انا وريتهولك في اول الفيديو بيتكسر وما شاء الله. يعني الحمد لله، يعني كيلو الا ربع دقيق يعمل لي تقريبا الكمية اللي انتوا شايفينها دي 3 صواني. وعلى فكرة اللي انا بكسره ده بقى يا سلام عليه بقى مع شوية لبن او شوية شوربة بيبقى حاجة كده ما شاء الله في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين دي الكميه بقى بسيبها تنشف. كان طبعا النور قاطع. بعد بقى ما نحس ان هو نشف خالص نروح حاطينه بقى على الصينيه، وبعد ما ياخد يوم كده او كام ساعه كده نبتدي بقى ايه نحطه في شنطه كبيره ونربطه ونسيبه بقى ايه وقت ما تحبي تعملي بقى الصواني بتاعتك يكون الرقاق بتاعك جاهز. وبسم الله ما شاء الله سهل جدا جدا في عمايله، مش هياخد منك وقت. الشكل بتاع الرقاق بقى ده كده انا ما دورتوش بقى بغطى الحله. عايزه اقول لك ان ده بقى ايه من غير ما ادوره خالص ولا جيت جنبه في اي تدوير، لان ايه ابتدت ايدي تظبط زي ما انتم شايفين حروفه اهي موجوده
انا بحاول الفلك في الرقاق كله برضو عشان تشوفيه اهو. دوت اللي انا عاملاه من غير ما ادوره بغطا الحله. عمايل ايديا وحياة عينيا. يعني عيوبه فيه اهي، وادي المكسره طبعا وانا بنقلها بتتكسر. بصي بقى، بصي الرقاق ما شاء الله، وخفيف جدا مش تقيل. بس عامل ازاي ما شاء الله. يعني الرقاق بيتكلم عن نفسه. هتعملي احلى صينيه. بصي الكميه دي هتعملي، انا مش راضيه اقول 4 صواني، قولي 3 صواني. زائد بقى اللي عايز يعمل بقى شويه رقاق باللبن زي ما انا بحبه بقى باللبن كده، بقى في منتهى الجمال. بصي الرقاق رقيقه ازاي، يعني ما شاء الله. بصي طبعا وريتهولك في اول الفيديو بالصوت. بص السوا بتاعه والله العظيم ما هياخد منك حاجة. انا عملته قبل النور ما يقطع، يا دوبك فردته على السفرة راح النور قاطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده خلصنا بقى الرقاق بتاعنا. يا رب ان شاء الله يعجبكم، ومع الف سلامة حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين، وتعيشوا وتعملوا وربنا يحسن ما بين ايديكم اجمعين، واحنا معاكم اللهم امين يا رب العالمين. والسنة الجاية نبقى على جبل عرفات، ودي اهم حاجة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي.